الاهلي وسيراميكا. الاهلي بدأ الماتش بتشكيله مكونه من 4-3-3. الشناوي في حراسه المرمى، قدامه قلبين دفاع ياسر ابراهيم ومحمد عبد المنعم، على اليمين اكرم توفيق وعلى الشمال كريم الدبيس. قدامه اللاعب ارتكاز على الدايره مروان عطيه، على يمينه ديانج وعلى شماله امام عاشور. قدامهم اتنين، على اليمين طاهر، على الشمال عبد القادر، تحت بيرستاو. شوط اول سريع قوي ممكن نلخصه في كلمه واحده وهي ضغط سيراميكا. ضغط سيراميكا اللي كان عالي قوي على لعيبه الاهلي من اول دقيقه على حامل الكره، ومش من لاعب واحد بس، لا ده من لاعب واتنين، وبيستخلصوا الكره في اسرع وقت. ونتيجه للضغط ده حصل حاجتين. اول حاجه، شكلت سيراميكا خطورتها كلها نتيجه للضغط على لعيبه الاهلي، خصوصا من الضغط على مروان عطيه اللي بيفكر كتير. تاني حاجه، لعيبه الاهلي ما بقتش عارفه تلاقي بعضها في الملعب، وبالتالي ما بقتش عارفه تطلع بالكوره. امام عاشور الوحيد اللي في الاهلي بيمسك الكره تحت الضغط وبينقل اللعب لنص ملعب سيراميكا. طاهر بيحاول بس على فترات، عبد القادر مش شايف ولعبه كله فردي كالعاده. بيرستاو ما جاتلوش غير كره واحده من عرضيه كريم الدبيس اللي ما ظهرش غير فيها بجانب اكرم توفيق. حتى جول الاهلي جاي من ضربه ثابته اللي لاعيبه سيراميكا اصلا سيئين في التعامل معاها. مع بدايه الشوط الثاني بيسحب كولر مروان عطيه اللي بيفكر كتير وبينزل مكانه كوكا. في الشوط الثاني لعب سيراميكا كله بقى ناحيه الشمال عند الخطير جدا زلاكا، ومع وجود شكري وتوني شكلوا خطوره على مرمى الشناوي، وكمان كان بيميل عليهم محمد ابراهيم واحيانا قندوسي. فبالتالي لاعيبه سيراميكا عملت زيادات عدديه على دفاع الاهلي، وده اللي شفناه في جول قندوسي. بعد جول قندوسي تراجع سيراميكا نسبيا لنص ملعبه واعتمد على المرتدات، قبل ما يتراجع اجباريا بعد طرد رجب نبيل. بعد الطرد بيعمل كولر 3 تغييرات، بنزول كريم فؤاد مكان بيرستاو عشان يتحول طاهر لمركز المهاجم، ونزول قفشه مكان امام عاشور، ونزول الشحات مكان عبد القادر، ومن بعدهم نزول موديست مكان اكرم توفيق عشان يرجع كريم فؤاد لمركز الظهير وطاهر للوينج وموديست مهاجم. مال اللعب ناحيه كريم فؤاد مع الزياده العدديه اللي بتحصل جوه البوكس، وبرأسيه غير متوقعه من اقصر واحد في الملعب بعد عرضيه من كريم فؤاد بيوجهها قفشه في مرمى بسام عشان يتقدم الاهلي بالهدف الثاني وينتهي الماتش بفوز الاهلي.